شوفوا لي الجبنة شلون عم تشط وتمط، حتى شوفوا الطراوة تبع العجين 100%. ناخذ القطعة ومنسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بتخليك تكملي يا شبكة، شو صار لك ناحية الكاميرا؟ يعني رح تطلع البيتزا معكم أكثر من ذهب. هي أسهل طريقة لتجهيز عجين البيتزا بالبيت، بذمتكم شوفوا لي على هاللون شلون طالع 100%. يلا روحي الله معك. اليوم بدنا نعمل مع بعض أطيب بيتزا بالبيت مع طريقة تفريز العجين لرمضان أو أي وقت تاني انتو بدكن إياه. كثير ناس قالوا لي شيف بدنا نعمل بيتزا وبنفس الوقت ما في عنا فرن بالبيت، والناس يلي عندها فرن بالبيت ما في كهرباء، شو الحل؟ اليوم رح أعلمكم شلون تساووها بطريقتين، رح نعملها بالمقلاية وبنفس الوقت رح أعلمكم طريقة الفرن، وإن شاء الله بتطلع معكم أكثر من ذهب. بدنا نجهز صوص البيتزا على أصوله، لازم يكون في عنا خلاط ابن عالم وناس لحتى نجهز عليه المكونات. هلا في عندي حبة فليفلة خضراء، وفي عندي 3 حبات بندورة، وفي عندي بصلة صغيرة. هلا بدنا ننزلهم على الخلاط، بسم الله. كاسة شاي زيت نباتي بس لحتى تدور المكونات مع بعضها، بسم الله. بننزل عليهم كمية زيت بسيطة. وهلا اخواتي بنزل بنص معلقة دبس بندورة حلوة طبعا، وفي عندي نص معلقة دبس فليفلة، وفي عنا 3 اسنان توم. طبعا هي المكونات كلها لصوص البيتزا. هلا بدنا نخلطهم مع بعض، بس ما لازم نخليهم يذوبوا على الاخر لانه ما بدنا اياهم يطالعوا سوائل كثير، بسم الله. وهيك اخواتي بكل سهولة صار صوص البيتزا جاهز معي. شوفوا ما شاء الله على هالقوام اللي طالع اكثر من ذهب. اسرع صوص ممكن تشوفوه بالبيت. طبعا هي الطريقة الاصلية يلي نحن بنشتغلها بالمطاعم. اي شيء ما بتحبوا تضيفوه مع الصوص بنحسن نلغيه، ما في اي مشكلة. شوفوا ما شاء الله على هالالوان يلي طالعة اكثر من ذهب. هلا بدنا نخليهم يغلوا مع بعض، واخر شيء بنضيف عليهم البهارات. طبعا لازم يطلع معكم اللون بهذا الشكل، والقوام مثل ما قلت لكم لازم نخليه شوي سميك لحتى ما تطالع البندورة السوائل يلي فيها. وهلا اخواتي بس غلى الصوص معنا بهذا الشكل بدنا ننزل بالبهارات. في عندي نص معلقة صغيرة فلفل اسود، وفي عندي نص معلقة صغيرة اوريجانو، نص معلقة صغيرة كزبرة يابسة. الكزبرة اليابسة بتعطي طعمة رهيبة بصوص البيتزا. وفي عندي نص معلقة صغيرة ملح طعام، او على حسب الرغبة بنحسن نضيف الملح. وهيك اخواتي بكل سهولة صوص البيتزا صار جاهز معنا بدقيقتين. ما شاء الله ريحة وطعم من الاخر. بذمتكم شوفوا لي على هاللون شلون طالع 100%. هلا بدنا نفضيهم وبدنا نخليهم لحتى يبردوا لبين ما نساوي العجين مع بعض. لك ذهب الصوص ذهب. رح اعلمكم شلون تساووا العجين ب3 مكونات بس بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية. اول شيء بدنا نساوي بدنا نفضي 4 كاسات طحين بطاسة. لازم تكون الكاسة موحدة، هذا الشيء كتير ضروري، بسم الله. وهلا اخواتي بعد ما فضينا الطحين، طبعا مثل العادة اخواتي بدنا نفضي النواشف لحال والسوائل لحال لحتى ناخذ نتيجة 100% من العجين اللي نحن عم نشتغله. انا الطحين اللي عم بستخدمه في تقريبا 10 جرام بروتين، يعني نسبة البروتين عالية. كل ما كانت نسبة البروتين عالية بالطحين كل ما نفشت معنا العجينة وطلعت معنا أكثر من ذهب. بدنا كاسة وربع مي فاترة، وبدي نزل عليهم ظرفين خميرة فورية. هلا بدي انزل بظرفين خميرة فورية على المي اللي معي، بسم الله. يعني تقريبا 20 جرام خميرة او معلقتين كبار خميرة فورية. وهلا بنحرك السكر مع الخميرة كتير منيح، وبنتركهم تقريبا 3 دقائق ل5 دقائق لحتى يتفاعلوا معنا، وبعدين بنعجن العجينة مع بعض. هلا اخواتي بتطبقوا انتوا العجينة بالبيت بتقولوا لي شيف ما عم تتفاعل الخميرة مثل ما عم تتفاعل معك. لازم نعمل هي الحركة، لازم نغطي الخميرة كتير منيح لحتى تتفاعل مع البخار والسكر. هلا بنحطها على جنب دقيقتين وبعدين بنعجنها مع بعض. طبعا اخواتي العجينة عم ساوي لكم اياها ب3 مكونات بس، بالسكر والخميرة والطحين، يعني ابسط من البساطة. هلا بنتركها تقريبا دقيقتين وبعدين بنعجنها مع بعض. وهيك بنعرف انه خميرتنا صارت جاهزة. وهلا بدنا ننزل فيها على الطحين ونعجنهم مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. هيك بنعرف انه خميرتنا متفاعلة معنا وعطيتنا النتيجة اللي نحن بدنا اياها. بعد ما دعكتها بالطحين صارت معي جاهزة، بس العجينة قاسية شوي. في عندي تقريبا انا هون ربع كاسة مي، يعني بتصير الكمية كاسة ونص مي لحتى تقولوا الشيف علي عم يعطينا العيارات 100%. هلا بدي فضي الميات وبدنا نعجنها كتير منيح. وهيك اخواتي بنكون دعكناها كتير منيح. بس لتصير معنا بهذا الشكل بدنا ننزل عليها بمعلقتين كبار زيت نباتي بس لحتى ننعم العجين تبعنا، بسم الله.
وهيك اخواتي بتكون عجينتنا جاهزة معنا. هلا مثل ما هي بدي غطيها واتركها ترتاح تقريبا ربع ساعة وبعدين بنشتغل فيها. شوفوا ما شاء الله قوامها طالع اكتر من ذهب. وبهذا الوقت تخلونا نشغل الفرن فوق وتحت على درجة حرارة 170. اخواتي بهي المرحلة بيلزمنا صينية لازم ندهنها يا زيت يا اما نحط فيها ورقة زبدة. انا داهنها زيت وحاطط لها ورقة زبدة. وهلا بدنا نبلش بالكمية مع بعض. شوفوا ما شاء الله العجينة شلون صارت معنا 100%. بس لتصير معنا بهذا الشكل بتكون جاهزة. هلا بناخذ منها قسم وبنغطي القسم الثاني لحتى ما تنشف. وهلا بدي اقطعها بالحجم يلي انا بدي اياه. هلا انا اللي بدي ساويهم بالفرن بدي ساويهم بحجم صغير، يعني مثل ما بنساويهم بالمطعم لحتى اعلمكم شغله جديده. قطعنا العجينه تبعنا قسمين، قسم للكميه اللي بدنا نساويها بالفرن، والقسم الثاني مثل ما شايفين بدي غطيها لحتى ما تنشف معنا. طبعا انا عم ساوي لكم البيتزا تبع الفرن صغيره مثل اللي بنساويها بالمطاعم للناس اللي عندها اولاد صغيره لحتى يدعوا له للشيف علي. يعني الولد وقت بيمسك بيتزاية صغيرة هيك راسه ما بيحمله. هلا بنقطع هاي الكمية صغار وبعدين بننتقل للكمية الكبيرة. بسم الله. هلا بنعيش جو المطاعم، يعني روحة روحتين لازم تكون خالصة معنا مثل كأنه عم نشتغلها بالمطعم. بنحط القطعة بناخدها روحة وبناخدها أختها بتكون جاهزة معنا وبدنا نصفهم بالصينية. وهلا اخواتي زاد معي هي القطعة للناس اللي ما عندها من هذا الشوبك. رح اعلمكم طريقة كتير سهلة وبسيطة. بنجيب اي كاسة او اي شيء بالحجم يلي نحن بدنا اياه، بنحط شوية طحين عليه بهذا الشكل وبنكبس حبة العجين. بكل سهولة بتطلع معنا الحبة جاهزة. هيك بتطلع معنا الحبة جاهزة، بس بنفردها باصابيعنا شوي لحتى نعطيها الشكل الدائري. شايفين ما احلاها؟ هيك بتطلع جاهزة معكم وبتصفوها بالصينية بتطلع مثلها مثل اخواتها. بدي ادهنهم بالزيت النباتي لحتى ما ينشفوا وبغطيهم لحتى يرتاحوا كتير منيح. هي الطريقة كيف تصبح معلم معجنات ب5 دقايق بالبيت. لكل حدا عنده اولاد صغيرة بالبيت ساووا لهم هي الوصفة وقولوا لهم هي الوصفة هدية من الشيف علي إلكم. ولا بدي غطيهم لحتى ما ينشفوا ويختمروا ويعطونا نتيجة 100%. هلا بعد ما نغطي العجين تبعنا بننتقل للمرحلة الثانية وبنساوي طريقة المقلاية. ضل معي هذا العجين قسمته قسمين على حجم المقلاية اللي بدنا نشتغل فيها. يعني إذا في عندكم مقلاية كبيرة بنخلي القطعة واحدة، إذا المقلاية مثل اللي عندي صغيرة بنقسمها قسمين. هلا بدنا نرق العجين تبعنا ولازم نخليهم يرتاحوا كمان وبعدين بنخبزهم مع بعض. بنحط شوية طحين للعجين وبكل سهولة بتطلع معنا العجينة أكثر من ذهب لأنه العجينة مختمرة فلحالها بتنفرد معنا مثل ما شايفين. شايفين ما شاء الله لحالها عم تنرق معنا العجينة لأنه مختمرة. بنقيم القطعة مثل ما هي وبننزلها بالمقلاية. ما في داعي ندهنها زيت، ما في داعي نعمل أي شيء تاني. بننزل القطعة مثل ما هي بالمقلاية وبناخدها على الغاز وبنشغل عليها، وأهم الشيء نغطي المقلاية بهذا الشكل. وهلا اخواتي بعد ما تحطوا المقلاية على الغاز بنشغل عليها وبنحطها على اهدى درجة حرارة. ما بدنا اياها تنشف لانه اذا اعطيناها درجة حرارة عالية رح تعظم العجينة معنا، ولازم نتأكد انه نحن مغطيين المقلاية لحتى تستوي من البخار تبعها. هلا بنشغل عليها على الهادي وتقريبا نص دقيقة بنقلبها على الوش الثاني. وهلا اخواتي بعد ما يتضاعف حجمها مثل ما شايفين وينشف الداير تبعها مثل ما هي المقلاية بدنا نقلبها ومنخليها تاخد من الوش الثاني. ما لازم نخليها تتحمر، مثل ما شايفين لون بسيط بس لحتى ما ينشف العجين، وبنرجع بنغطيها. وهيك اخواتي طريقة المقلاية بكل سهولة بتكون جاهزة. مثل ما حكينا البخار كتير مفيد ليحافظ على طراوة العجين. هلا بدي اجيب شوكة وبدي اعمل لهم هيك بالشوكة لحتى ما ينفشوا بالفرن، بس من النص تبعهم بهذا الشكل. هي أسهل طريقة لتجهيز عجين البيتزا بالبيت وبأقل التكاليف وبطريقة سهلة وبسيطة. وهلا أخواتي مثل ما هن الصواني بدي أخذهم ونزلهم على الفرن. مثل ما حكينا الفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 170 فوق وتحت. بدنا نحطهم بالدرجة الوسطانية. شوفوا ما شاء الله شلون مختمرين وطالعين 100%. ما لازم نعطيهم وش أكتر من هيك. هلا أنا رح زين صينية والصينية الثانية بنستناها لتبرد وبعدين بنفرزها مع بعض مشان إذا بدنا نستخدمها لوقت ثاني. وهلا أخواتي أول شي بدنا ننزل بالصوص اللي ساويناه. بسم الله. لك الريحة ما شاء الله طالعة بتاخد العقل، يعني رح تطلع البيتزا معكم أكتر من ذهب. وهلا بدنا ننزل بجبنة الموزاريلا. بسم الله.
وهلا بنزينها بحبات البندورة، وهلا بنحط لها الفليفلة، وهلا بنحط على كل حبة حبة فطر، يعني بنحطها على الزاوية اخواتي لحتى تعطيها موديل 100%. وهلا بنزينهم بالزيتون، وهلا بدي احط عليهم حبات الهوت دوغ كمان للزينة. بنحسن نحط قطعة، بنحسن نحط قطعتين، هذا الشيء اختياري. بعد ما شكلنا الكمية كلها، شوفوا ما شاء الله شلون طالعين مرسومين رسم وكأنهم شاغلينهم بالمطعم. حتى شوفوا الطراوة تبع العجين 100%. هلا مثل ما هي الصينية باخدها وبحطها بالطبقة الفوقانية بالفرن، بس بدنا نخلي الجبنة تدوب، وبرجيكم اياها بالشكل النهائي. وهي المقلاية كمان مثل ما هي بناخدها وبنحطها على الغاز، بس بدنا الجبنة تدوب من عليها. يلا روحي الله معك. وهيك اخواتي باقي الكمية اللي زادت معنا مثل ما هي غلفناها بكياس المونة وبنحطها بالفريزر، واي وقت بدنا نشتغل فيها بس بنسحبها وبنزينها وبنشتغل فيها. وهلا اكيد ما بننسى الختم النهائي اللي هو الزعتر الاخضر او الاوريجانو، وبننزل على البيتزا نزلة عرب. ما شاء الله منظر وريحة بتاخد العقل، وباين مشغول باحسن مطعم فيكي يا سوريا. وهلا اخواتي بدي اخذ قطعه ودوقها وشوف شلون طالعه معي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا لي الجبنه شلون عم تشط وتمط. مظبط الوضع اخواتي بظروف الكاتشب، لانه البيتزا من دون الكاتشب ما بتتاكل. ناخذ القطعه وبنسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهيك اخواتي وصلنا لنهايه الحلقه، ان شاء الله تكون عجبتكم. طبعا توته طلبت مني ساوي لها البيتزا بحجم صغير لحتى تاخذهم معها على الروضه. انا هلا رجعت من الروضه فاجأتها وسويت لها اياهم بحجم صغير. وانتم اخواتي زبطوا الوضع لاولادكم بالبيتزا الصغيره، لانه الولد بس حملناه قطعه بيتزا صغيره راسه ما عاد يحمله. وهلا خلوني دوقها قطعه قبل ما انهي الفيديو. يلا خدي لك قطعه. علي. شو حبيبتي؟ من هاي. من هاي بدك؟ بس املي هاي وين؟ شو املك؟ املي لي هاي وين؟ املك الفطر والفليفله؟ يلا. أنو عجبتك أكتر، الصغيرة ولا الكبيرة؟ الصغيرة مو؟ هيكون فيديو تنسوا. هون طلعي بالكاميرا. يلا أعطيني إياها هلا هاي. أعطيني إياها. هلا بتخليكي تكمليها شبكي. شو صار لك ناحية الكاميرا؟ تنسوا لايك وشير لايك باي. مثل العادة اخواتي، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تظبطوا لنا وضعه بلايك، وكان معكم الشيف علي. تحياتي لكم.